يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقة الإيجابية. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع أم كريم. النهاردة بقى رجعنا للتوفير، رجعنا للكلام الكبير، رجعنا لتنظيم وقتنا، رجعنا لتنظيم قرشنا، رجعنا ان احنا نمشي تاني مظبوطين جدا زي ما كنا. الحمد لله رب العالمين، احنا كده تمام جدا. يلا نبقى تمام التمام التمام قوي. تمام كده تمام. الدنيا غالية يا ام كريم. قبل ما هنبدأ الفيديو، قبل ما هنقول اي حاجة، هقولك صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا غالية عليكي وعليا، الدنيا غالية عليكي وعليا. طيب انا عايزة اظبط ايه ميزانيتي يا ام كريم؟ مش عارفة. انا عايزة امشي الدنيا، مش عارفة. ابص الاقي حاجة طالعالي من تحت الارض، ما بقتش عارفة اكسر قرش في ايدي خالص. الدنيا عمالة تغلى وانا واقفة محلك سر. طب هعمل ايه؟ تعالي بقى حطي احلى لايك لام كريم اللي انت مجرباها وعارفاها وعارفه تفكيرها شكله ايه، وعارفه افكارها اللي هي بتجيبها لك من واقع بيتها، من واقع حياتها. عشان كده بفضل الله انا نجحت بيكم، بفضل الله. اول حاجة بقى، ربنا يسترها معانا، ربنا يرزقنا رزق حلال، ربنا يستر اعراضنا جميعا، ربنا يهدلنا كل عاصي. تمام تمام. هنصلي على سيدنا النبي تاني، وننزل نحط احلى لايك في الكومنتات، ونصلي على سيدنا النبي في الكومنت، وندعي لأم كريم دعوة حلوة اختنا. اول حاجة يا جماعة، انت بتاخدي مصروف كام؟ انا باخد 50 جنيه في اليوم، انا باخد 100 جنيه في اليوم، انا باخد 150 جنيه في اليوم، انا باخد 200 جنيه في اليوم. وكل ده مش مكفي، وكل ده ببص الاقي الفلوس تسترسب من ايدي، وكل دوت الدنيا غالية عليا. طيب هتعملي ايه؟ هتصلي على سيدنا النبي. حلو الكلام. انا جايبالك فكرة حلوة جدا جدا جدا، بره الصندوق. فكرة مش هتلاقيها خالص الا هنا، اللي عند ام كريم. فكرة حصري لاصحابي واخواتي وحبايبي. اول حاجة، فكرة، بصي انا حاطة كده كوباية فيها 100 جنيه. انت بتستغربي بتقولي ايه دوت؟ لا ما تستغربيش، انت عارفة ام كريم عندها الجديد على طول. وادي كوبايه وادي كوبايه. ليه هما 3 كوبايات يا ام كريم؟ واشمعنى فيهم ال 100 جنيه؟ انا هقول لك يا حبيبه قلبي ليه. ال3 كوبايات دول، كل كوبايه بيومين، كل كوبايه بيومين. مش فاهمه اكتر، فاهمين؟ طيب بصي يا حبيبتي، ادي 1 2 3. حلو كده. كل كوبايه صحيح فيها 100 جنيه، ده حقيقي. لكن انا عايزاك تحسبي ان كل كوبايه من دول يومين. يومين يعني اليوم ب50 جنيه. يبقى كده سبت وحد، كده اتنين وتلات، كده اربع وخميس. طب يوم الجمعة هقولك هنعمل فيه ايه وهنمشيه ازاي. بس صلي على سيدنا النبي وزيدي سيدنا النبي صلاة، وانتظروا مني افكار وافكار وافكار للميزانية. انتظروا مني افكار وافكار وافكار انك تكسري معاكي قرش وتظبطي حياتك. تمام كده اهو. انتوا مجربين افكار ام كريم. ام كريم في الميزانيات وفي الفلوس ما بتهزرش خالص. طيب هنا السبت والحد قلنا، اتنين وتلات اربع وخميس، 6 ايام بتوع الاسبوع. يوم الجمعة دوت هنتكلم عليه. اول حاجة انا باخد 100 جنيه. لا، انا باخد 50 جنيه في اليوم. انا باخد 50 جنيه في اليوم. دول ايه؟ دول مصروف. انا هبص الاقي الكوبايه كده اهوت، هروح واخده منها ال50 جنيه، وانا مثلا منزله ابني للمدرسه، او منزله بنتي للمدرسه، او خارجه رايحه السوق. حلو كده. هاخد ال100 جنيه. انا حاطه ميات على اساس ان انا ما احطلكوش 6 كوبايات، لا هم 3 بس، كل كوباية بيومين. هاخد ال100 جنيه. لازم 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 كده هوت امسك على نفسي. ما احنا ماسكين على نفسنا عشان الدنيا غالية يا ام كريم. لا، انا مش عايزاكي تمسكي على نفسك عشان الدنيا غالية. انا عايزاكي تمسكي على نفسك عشان تكسري معاكي قرش. اكسر معايا في الظروف ديت لازم. ده الظروف دي لازم يكسر معاكي قرش، حتى لو جنيه، حتى لو 2 جنيه. افرضي لا قدر الله حد تعب، هتعملي ايه؟ افرضي لا قدر اي حاجه ممكن تحصل، موتور الميه باظ، افرضي حاجه في الشقه باظ، لازم يكون معاكي قرش. افرضي طلبوا منك مصاريف في المدرسه، افرضي، يبقى لازم اكسر معايا قرش. هاخد ال100 جنيه ديت وهنزل السوق. هجيب بيها ايه؟ احنا 4 افراد، احنا 5 افراد. مفيش اي مشكله عندي، مفيش اي مشكله عندي كأم كريم. زي ما بكلمك كده اهو.
صلي على سيدنا النبي وحطي احلى لايك لام كريم، لان الكلام ده مش هتسمعيه الا هنا، لان الكلام ده مش هتسمعيه الا عندي هنا، والحمد لله ده بفضل الله مش شطاره مني. هنزل اخد ال50 جنيه، هجيب منها حزمة ملوخية ب5 جنيه. الايام دي الملوخية رخيصة، هجيب حزمتين ملوخية. تمام كده، تمام. احنا دول غدا، دول غدا. الفطار هنتكلم عليه، الفطار والعشاء هنتكلم عليه، لكن النهاردة احنا بنتكلم في الغدا. الغدا اللي هم 3 افراد او 4 افراد او 5 افراد. تمام. هجيب حزمتين ملوخية، حزمتين ملوخية على مكعب ماجي. تمام كده، مكعب شوربه. ما عندكيش ماجي، ما عندكيش شوربه، انتظري مني هنزل لك الشوربه اللي من غير شوربه، واحلى من شوربه الفراخ، واحلى من الشوربه الضاني. شوربه في منتهى الجمال. بس اصبري عليا وشوفي انا هقول لك ايه هنا. هتاخدي ال100 جنيه وتنزلي السوق، هتجيبي حزمتين ملوخيه. تمام كده اهو. عندك الرز بتاع التموين، كلنا النهارده ملوخيه ورز بس كده يا ام كريم. انا لازم اكسر قرش، لازم اكسر قرش من ال50 جنيه يا جماعه. ما تقوليش يا دوبك ال50 جنيه بتكفي. في غيرك بتاخد 30 جنيه وماشيه نفسها، في غيرك بتاخد 20 جنيه وماشيه نفسها. في مش هنكدب على بعض، في غيرك ساعات جوزها ما نزلش الشغل، راجل ارزقي على الله، ما نزلش الشغل، هتجوع عيالها؟ لا. هاخد ال50 جنيه ديت وهجيب كيلو فول مدمس. تمام كده اهوت، وهدمسه. العيش انا بجيبه من البطاقه، وهناكل النهارده في الغدا فول. طب ما احنا فطرانين فول في الصبح. انا همشي كده، انا همشي كده. انا لازم اكسر معايا. تقولي لنفسك كده، هي ما فيش الا ال50 جنيه، وال50 جنيه اعتبريها 40 جنيه او 45 جنيه، ومشي نفسك على كده. دوري على ارخص خضار في السوق. ايه هو؟ عارفه الكوسه؟ الكوسه هتقولي لي دي ب 25 وب 27 وب 30. انا مش هجيب دي، انا هجيب الكبيره شويه. ان شاء الله هجيب كيلو، ان شاء الله هجيب كيلو ونص. تمام كده اهوت. انا بجيب الكبيره شويه بتبقى ارخص. تمام كده اهو. هنزل متاخر قوي في السوق او هنزل بدري قوي، والراجل مثلا ايه البياع بينقض الخضار في الوقت دوت، تنزلي يا بدري قوي وهو بينقض الخضار، يا اخر النهار. تمام كده اهو. معاه مثلا شرو، هجيب. قلت لك الملوخيه ارخص منها مفيش الايام دي. اجيب ملوخيه، اجيب فول مشوش. تمام كده اهو. وعليهم مثلا ايه، ب5 جنيه. هجيب كيلو فول مدشوش، وب5 جنيه خضره. هتقولي لي الخضره دلوقتي الاتنين، الحزمتين ب5 جنيه، او ال3 حزم ب5 جنيه. هقول لك ما انا عارفه، وبنزل وبشتري وبكسر معايا قرش، وبكسر معايا قرش. ان شاء الله لو 2 جنيه، 2 جنيه يا ام كريم. يعني انا هلف اللفه دي كلها على 2 جنيه. انا بجايبه لك الكوبايه دي يا حبيبتي عشان انت هتاخدي ال50 جنيه من هنا، وهترجعي لي ال50 جنيه التانيه بعد ما تيجي حضرتك من السوق. لازم ترجع هنا بفضل الله كده اهوت، ومعاها اي حاجه باقي، معاها اي حاجه باقي. طيب ايه الباقي اللي ممكن يكون هنا؟ ممكن يكون جنيه. انا هقول لك برافو عليك، شاطره جدا. تاني يوم هتروحي واخده ال50 بس التانيه، الباقي ده تسيبيهولي هنا، مالكيش فيه، مالكيش فيه، سيبيه. خلاص، خلصت سبت وحد بال50 جنيه، نزلت جبت اي حاجه، جبت ان شاء الله يا ستي كيلو عدس. كيلو عدس ممكن هيكفي معايا مثلا ايه، اكلتين، غدا وعشاء. مفيش مشكله، الشتاء جايه اهو الحمد لله، ونعمل بقى فتة العدس. تمام كده هو. نعمل اي حاجه في اي حاجه، شغلي دماغك، كلنا ستات شاطره، وكلنا بنمشي بيوتنا حلو. بس ما بنحسش ان الحاجه بتروح من ايدينا. الجنيه لما بيفضل كده مش مشكله، ده جنيه، ده 2 جنيه. تمام. لا ده بقى مشكله الايام دي، ولازم نعترف كده. خلاص انا خدت ال50 جنيه من هنا، ورجعت ال50 تانية. تاني يوم هروح واخده نفس ال50، وامشي نفسي بكده، واروح عامله اهو. انا ايه، همشي نفسي بكده اقل، واقول لنفسي ان في ناس بتاخد اقل من ال50 جنيه، وعدد ايه بيتها اكتر، ويمكن ظروفها اصعب مني، ومشيه حياتي. اعمل فتة ملوخية، بلاش تعملي ملوخية ورز. لا ده انا هعمل فتة ملوخية. يعني ايه فتة الملوخية يا ام كريم؟ وانت ماسكة ليه في الملوخية يا ام كريم؟ الملوخية ارخص خضار الايام دي. انتهز الفرصة، انتهز الفرصة دي. هعمل فتة ملوخية، هعمل الملوخية عادي، وهروح جايبة العيش ومكسراه وحاطة الرز، واعمل احلى فتة ملوخية. تمام. والعيال تاكل وتشبع. هعمل ايه؟ هعمل رز بعدس اصفر.
تمام كده هو. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب بطاطس اللي هي الصغيره، واسلقها واهرسها وناكل، والحمد لله، بشويه زيت وشويه ملح بكمون. انا مش هاجي جنب القوطه خالص الايام دي وهنساها، هنسى كلمه قوطه، لان القوطه غاليه نار. امشي بقى في حاجة تاني، ابص على حاجة تاني، اروح الاسواق مثلا اخر النهار او اول النهار وهو بينقض، بدل ما الحاجة متفعصة اخر النهار بتبقى الحاجة رخيصة نوعا ما، والحمد لله رب العالمين، وانا ست شاطرة وانا لازم امشي بيتي. تمام كده هو. يبقى انا كده خدت ايه؟ السبت والحد، فايض هنا 2 جنيه، فايض هنا 3 جنيه، سيبيهم وهمشي نفس ايه، الاتنين والتلات نفس الحكاية. هاخد ال100 جنيه هنزل اجيب بيها اللي انا هقدر عليه وارجع. اللي هيتبقى مني هشيله في نفس الكوباية دي. هتبص تلاقي هنا في حاجة، هنا في حاجة، هنا هو نفس الحكاية. يجي الايه، يجي يوم الجمعة اللي احنا قلنا ايه، احنا خدنا كده ال6 ايام بتوع الاسبوع. يوم الجمعة، يوم الجمعة ده صرفي فيه بشيء من هنا. يا خبر يا ام كريم، ده هنا ممكن يفيد 5 جنيه، ده هنا ممكن يفيد 3 جنيه، ده هنا في ممكن يفيد 5 جنيه تاني مثلا. انا بديك ارقام بسيطة قوي، بديك ارقام بسيطة. انا ممكن امشي اي حاجة من البيت. ما تقوليليش البيت ما فيهوش حاجة خالص، بعد الشر، بيوتنا فيها والحمد لله، وربنا مكفينا. فيها ام كريم، فيها. لو دورتي كده، لو دورت هتلاقي كيس باميه مثلا انت مخزناه، هتلاقي كيس بسله انت مخزناه، هتلاقي مش عارف انت مخزناه. طلعي حاجه من دول واتصرفي بيها يوم الجمعه، اتصرفي بيها يوم الجمعه. يوم الجمعه بقى دوت يا حبيبه قلبي، ده يوم حلو جدا. اليوم ده العيله ما بتاخدش فيه المصاريف. هجمع الحاجه اللي هنا وعلى ايه، على يوم الجمعه بتاع ايه، مصاريف العيال. عيالي بتاخد مثلا 10 جنيه في اليوم، كل عيل بياخد 5 جنيه. الم اللي هنا على يوم الجمعه وامشي نفسي، وامشي نفسي. بس انا ال3 كوبايات دول قدام عيني. انت حطاهم فين يا ام كريم؟ انا حطاهم فوق الايه، فوق التلاجة. اول ما بصحى من النوم بروح واخده كده اهوت، واحده اقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت عليك يا رب. تمام كده اهوت، واصلي على سيدنا النبي وانزل اجيب حاجتي، وانزل اجيب حاجتي، بمشي نفسي. طيب انا دلوقتي يا ام كريم، انا دلوقتي في عيال عندي ما بتحبش حاجه الفلانيه. ما بقاش في يا جماعه حد من العيال يقول بحب وما بحبش. احنا بقى نأقلم عيالنا على كده. احنا مش هقولك تغصبيهم، هو ده الواقع، هو ده الواقع. محدش يقول لي عيل ما بيحبش كذا. اشمعنى عيالك انت ما بتحبش كذا وعيال غيرك بتاكل وبتحمد ربنا؟ اشمعنى عيال غيرك ما بتاخدش مصروف وانت مبقششه طول النهار من غير ما تحسي، من غير ما تحسي؟ اشمعنى عيال غيرك بتسمع كلام اهاليها واللي بيتحط قدامها بياكلوا والحمد لله؟ تمام كده اهو، لان ظروفهم صعبه، لكن انا ظروفي يمكن مبشبشه شويه، فبقول فلان ده هياكل من ده وفلان ده مش هياكل. طب اتصرف ازاي؟ مفيش حاجه اسمها كده. ده اللي مرجعنا ورا، ده اللي مخليك ان انت ما معكيش قرش كسراه. مفيش الكلام ده. احنا ما كانش اهالينا بيقولوا لنا تاكلوا ايه. افتكري كده، عمرنا ما كان اهالينا النهارده يقول لك هتاكل ايه. كنا نرجع من المدارس اللي نلاقيه نحمد ربنا ونبوس ايدنا وش وظهر ونقعد وناكل ونشبع، وكانت الدنيا زي الفل. انا لحد هنا هوت مظبطه حياتي. انا لحد هنا هوت ان شاء الله هيفيد في كل كوبايه من دول 10، بلاش 10، ان شاء الله هيفيد في كل كوبايه من دول 5 جنيه. 5 5 5 15 على مصروف العيال يوم الجمعه. هنحرم العيال من المصاريف؟ هتحرميهم من المصاريف. العيل لو ما خدش مصروف مش هيجرى له حاجه. يوم الناس اللي انا ببقى سامعاها والله ببقى في شقتي، نزلي لي اركب عجل، نزلي لي مش عارف ايه، احدفي لي، عشان ايه؟ ليه؟ وكلنا مستوى واحد وكلنا بقينا نصرف من المصاريف. بصي وشوفي واعرفي الفكره قد ايه بتحافظ لك على كل جنيه في ايدك، مش كل جنيه في كيس فلوسك او في شنطتك، ده في كل جنيه في ايدك. لان انت خلاص خدتي ال100 جنيه رايحه السوق، عارفه ان انت هتيجي تحطي ال50 التانيه، انت مالكيش عندي الا 50. تمام. ليه يا ام كريم؟ لان في ناس بتاخد اقل منك، ومطلوب منك ان انت تطلعي من ال50 جنيه دي اي حاجة تحطيها لي هنا. يا ريت لو انت طلعتي من ال50 جنيه حاجة صدقة لله، هقولك والله ربنا هيوسع رزقك، هيوسع رزقك. تمام كده، ان شاء الله جنيه،
ان شاء الله جنيه، ده انا قلت لك قبل كده ان شاء الله سندوتش جبنه، ان شاء الله سندوتش فول. الفكره حلوه وجربيها وشوفي. حطي احلى لايك لام كريم وشوفي هتعملي ايه، واكتبي لي في الكومنتات. انتظروا مني افكار وافكار وافكار هتمسك لك ايدك، هتمسك لك ايدك وتظبط لك ميزانيتك، وهتلاقي نفسك بتاكلي ولادك احسن اكل، لانك بتفكري لان هي بس اللي معايا ال50 جنيه، لان في غيري بياخد اقل ومشي بيته، لان في غيري ساعات جوزها بيقعد من الشغل، راجل ارزقي ما عندوش شغل، هتعمل ايه؟ تجوع العيال؟ بتتصرف. انا بقى عايزاكي تتصرفي، بس عايزاكي تتصرفي ايه ومعاكي ال50 جنيه. بحبكم جدا في الله. دوسي احلى لايك لام كريم، وانتظري مني فيديوهات في التوفير وفي الميزانيات. هنرجع تاني نشيل قرش، هنرجع تاني نكسر قرش في ايدنا. وبحبكم جدا في الله. مع السلامة.